لأن الخدمات تكون عندما تكون الثروة، والعراق فيه ثروة هائلة طائلة، لكنها لم تكن قد استثمرت من قبل حكام أخلصوا لبلدهم ووطنهم وشعبهم. هكذا هو الحال حينما تحكم الدكتاتورية، حينما تسود ثقافة العنف، حينما تكون ثقافة التهميش والإلغاء، حينما يستند الحاكم إلى الطائفية والتمييز، حينما يستند إلى نظام الحزب الواحد والعقلية الواحدة والعائلة الواحدة، تهدر الطاقات وتستباح الحرمات والكرامات، ويؤدي إلى الخراب والدمار. فالخراب مرتبط بعقلية الحاكم وعقلية السلطة أكثر مما هو مرتبط حتى بطبيعة الثروة. دول لم تمتلك جزءا يسيرا من ثروات العراق، ولكن قادها وحكمها أناس مخلصون لوطنهم وشعبهم استطاعوا أن يحافظوا عليها. وطبيعي جدا عندما تكون العقلية الحاكمة تنظر إلى الشعب على أنه عدو، قطعا لا تتقدم خطوة باتجاه عملية الإعمار والبناء. وإذا ما تحدثنا عن الإعمار لابد أن نتحدث عن الضرورات والمقدمات، وكل شيء مرتبط بمقدماته. لا يمكن أن ينهض إعمار في بلد لمجرد وجود الثروة، ولا يمكن أن يستقر الأمن لمجرد وجود القوة. العراق كان فيه سلاح وكانت فيه قوة تضاهي بل تزيد على كثير من الدول المجاورة للعراق، ولكن السلاح لم يفرض القوة ولم يحقق الأمن ولم يحقق الاستقرار. والثروات أيضا، العراق فيه ثروات طائلة تفوق ثروات الدول المجاورة، ولكنها لم تؤدي إلى إعمار وخدمات. فالمال لوحده دون عقلية الحاكم لا يثمر. لذلك حينما نتحدث عن الإعمار والخدمات ينبغي أن ننتقل فورا إلى المقدمات الضرورية، وهي عقلية الحكم وعقلية الحاكم ووعي الشعب حينما يقف إلى جنب الحاكم أو ضده. وإذا لم يكن ميسورا لنا سابقا أن نقف بوجه الحاكم لأنه الموت والقتل والإعدام والانتهاك، فاليوم في ظل الحرية والديمقراطية وفي ظل حسن الاختيار بإمكاننا أن نقول الكلمة وأن نمضي في طريق حسن الاختيار حتى نأتي بالحاكم الذي يستطيع أن يحقق الأمن بلا قوة، ونأتي بالحاكم الذي يستطيع أن يستثمر الثروة بلا حاجة إلى منحة ومساعدة. هل من المعقول أن العراق يبحث عن مساعدات ومنح؟ مرد الخدمات والأمن والاستقرار والسيادة يرجع إلى عقلية الحاكم وعقلية الشعب. إذا لم يكن هناك تعاون وثيق بين الشعب والحاكم، إذا لم يكن الحاكم بمستوى الوعي والأمان والإخلاص والكفاءة والقدرة، قطعا سيكون الخراب والدمار مرافق ومتزامن ومستمر مع بقاء الحاكم في هذه العقلية. مليني يا هل يجينا يتركز بروسني، يا هل يجينا يصير اوكي براسني. هسه مليني شاي وليا مال زينين لو مال غمان، والله العظيم خلينا نطلع ايش ما كتلوني.